دي غدة الهايبوثالاموس، ودي غدة البيتيوتري، وده الليفر، ودي البون، وده الاديبوس تيشو، ودي الماسل العضلات، وده واحد عملاق، وده قزم شكله متناسق، وده قزم عنده تخلف عقلي، ودي واحدة حامل مصابة بمرض السكر، وده طفل اتولد عنده مشاكل في النمو. كل ده هنشرحه النهارده بالتفصيل الممل، وهنربطه بالجروث هرمون او بهرمون النمو. حلقة النهارده حلقة مهمة جدا، فركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهارده، وحضر كوباية القهوة بتاعتك وكشكولك وقلمك، ويلا بينا ندخل في حلقة النهارده. بس قبل أي حاجة، لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. معاكم كابتن أناليسيس. الجروث هرمون أو هرمون النمو، اختصاره GH. ركز بقى معايا، أنا عندي غدة البيتيوتري بتتكون من فصين، الانتيريور لوب وهو الفص الأمامي، والبوستيريور لوب وهو الفص الخلفي. الجروث هرمون هيتم إنتاجه من الانتيريور لوب الفص الأمامي، من منطقة البيردستاليس. الخلايا بتاعته بتكون أسيدوفيل واسمها سوماتوتروبيك. السوماتوتروبيك هتنتج لينا الجروث هرمون، وعشان كده جروث هرمون ليه اسم تاني وهو السوماتوتروبين، جاي من السوماتوتروبيك. واكتب عليه اول اسم للجروث هرمون. بيتكون من 191 امينو اسيد، والوزن الجزيئي بتاعه بيكون كبير. طب ازاي بيتم افرازه؟ قالك بص يا سيدي، انا عندي غده اسمها الهايبوثالاموس. غده الهايبوثالاموس هتنتج لينا هرمون اسمه الجي اتش ار اتش، جروث هرمون ريليزنج هرمون. هيطلع يجري يروح على البيتيوتري ويخبط عليها ويقول لها بعد اذنك طلعي لينا هرمون النمو الجروث هرمون. اول ما يطلع الجروث هرمون هيروح لأربع أماكن في الجسم، وهما البون والليفر والمصل والأديبوس تيشو. هيروح للبون وهيعمل لنا سيل فورمينج، يعني هيكون البون يعمل له نمو. وهيروح للليفر ويعمل له استيميوليت ويطلع الاي جي اف. وبعد كده هيروح للمصل يدخل فيها الامينو اسيد عشان تنمو. وهيروح للاديبوس تيشو ويعمل لي لايبوليسيس للفات ويديني فري فاتي اسيد عشان يدينا الطاقه. كل ده هنشرحه مع بعض، فركز معايا. دلوقتي هنتكلم عن الفانكشن الخاصة بالجروث هرمون بالتفصيل الممل، فركز معايا. هنقسم الفانكشن لتو فانكشن، لوظيفتين. الوظيفة الأولى بتكون سبيسيفيك، وظيفة خاصة جدا بالهرمون. والوظيفة التانية بتكون ميتابوليك، هنشوف تأثير الهرمون على الفات وعلى الكربوهيدرات وعلى البروتين. تعال ناخد أول وظيفة عندنا وهي السبيسيفيك، الوظيفة الأساسية والخاصة بالهرمون. بس ركز معايا، لما تسمع كلمة جروث، كلمة بناء، لازم يجي في بالك معلومة مهمة جدا، ان البناء بيكون في اكتر من مكان في جسم الانسان، زي البون والتيشو والمنتال اللي هو الذكاء والسيكشوال الجنس. طب ركز معايا اكتر، في مصطلحين مهمين جدا لازم تكون عارف الفرق بينهم، مصطلح انابوليك ومصطلح كاتابوليك. انابوليك معناها البناء داخل جسم الانسان، وكاتابوليك معناه الهدم داخل جسم الانسان. طب احنا عشان نبني حاجة محتاجين ايه؟ قال لك محتاج بروتين. طب البروتين بيتكون من ايه؟ قال لك من امينو اسيد. يبقى انا محتاج الماده الاساسيه للبناء وهي الامينو اسيد. الجروث هرمون هيدخل الامينو اسيد دي في البون وفي التشو عشان يعمل ليها يعمل ليها نمو. طب ركز، كل ما زاد الامينو اسيد في الدم هيدخل في المصل بواسطه الجروث هرمون، وبالتالي العضله بتاعتنا تكبر. كمان لازم تعرف معلومه مهمه جدا، ان الجروث هرمون مش بيشتغل لوحده، في هرمونات بتكون انابوليك هرمون بتساعده زي الانسولين. بس ركز معايا في المعلومه دي، الانسولين امتى بيتم افرازه؟ قالك كل ما زاد نسبه الجلوكوز في الدم يطلع عندي الانسولين. واكتب عليها معلومه مهمه جدا هنرجع لها كمان شويه. يلا خد نفسك وتعالى نكمل مع بعض. دلوقتي بقى هكلمك عن علاقة الجروث هرمون بنمو العظام، البون جرو، فركز معايا. العظم عشان يطول لازم يحصل فيه حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى وهي elongation، يعني بزود طوله، والحاجة التانية بزود عرضه، فركز معايا.
تعال نمسك الالونجيشن، ازاي طول العظم بيزيد. في منطقة في العظم اسمها epiphyseal cartilage، المنطقة دي هي اللي هيزيد من عندها الطول. طب ركز معايا اكتر، عشان ازود الطول لازم اضيف كارتلج، ودي معناها غضاريف، عشان يحصل عندي شافت والطول يزيد. طب ركز اكتر، انا دلوقتي عاوز اكون نيو بون، عظم جديد، يبقى لازم نعمل ايه؟ قالك لازم نوصب خلايا جديدة على العظم القديم. اصل الجسم عندنا بيشتغل بطريقة حلوة جدا بتسمى نظام الاحلال والتجديد. طب ركز، انا عندي هكسر العظم القديم وادخل مكانه عظم جديد. الموضوع ده بيتم عن طريق خلايا متخصصة بيكون اسمها بون فورمينج سيل، وبنسموها استوبلاست. كلمة استو معناها عظام. طب ركز معايا اكتر، الجروث هرمون هيعمل استيميوليت للاستوبلاست دي عشان تشتغل ويتكون عندي عظام جديدة. كده العظم الجديد اصبح فوق العظم القديم، فالعظم بشكل عام اصبح سكر، اصبح سميك، وبالتالي انا زودت العرض عندي. الحركة دي اسمها linear growth. ركز بقى معايا، الجروث هرمون هيقولك بالطول بالعرض هنكبر العظام. فركز اكتر، احنا وصينا الكارتلج الجديدة عندنا، ودي بتكون بمثابة الطوب. طب احنا محتاجين ايه؟ قالك محتاجين العظم يكون صلب. طب الصلابة دي هنجيبها منين؟ قالك لازم تضيف اسمنت. طب الاسمنت ده عبارة عن ايه؟ قالك هنعمل برسبتيشن للمينرالز زي الكالسيوم والفوسفورس، وده هيتم عن طريق ان الجروث هرمون هيزود المينرال ابتيك من البلازما، وبكده نعمل حاجة اسمها كالسيفيكيشن اوف كارتليج، وبكده اصبح العظام عندنا صلب جدا. يبقى الجروث هرمون عمل عندي حركتين مهمين جدا، الحركة الاولى وهي انابوليك يعني بناء، والحركة التانية وهي مينرال ريتنشن يعني عمل احتباس للمينرال المعادن. طب بص بقى معايا، هو ازاي بيعمل الاحتباس ده؟ قالك الموضوع بسيط جدا، احنا هنقلل من خروج الكالسيوم. مش الكالسيوم بيطلع من الكلية؟ قالك اه، هنروح للكلية نقول لها بعد اذنك ما تطلعيش الكالسيوم، احنا محتاجينه. طب ركز اكتر، هو احنا اصلا الكالسيوم ده جه منين؟ قال لك الجروث هرمون راح للسمول انتستين وقال لها بعد اذنك زودي لينا الابسوربشن الخاص بالكالسيوم، وهيروح للكليه ويقول لها بعد اذنك قللي من اخراج الكالسيوم، وبكده انا زودت عندي المينرال، وده انا بحتاجه عشان ابني كل من البون والمصل والتشو. خد نفسك ويلا نكمل مع بعض. تعال بقى أسألك سؤال في غاية الخطورة، يا ترى الجروث هرمون بيشتغل دايركت ولا اندايركت؟ ركز معايا، الجروث هرمون بيشتغل بطريقة غير مباشرة اندايركت. ازاي ده بيحصل؟ قالك بص يا سيدي، الجروث هرمون هيطلع يجري اول ما يتم انتاجه من البيتيوتري، يروح للكبد ويخبط على الكبد ويقول له بعد اذنك انتج لينا مواد تساعدني في البناء. فالكبد يقول له انت تؤمر يا كبير، ويطلع لينا مادة اسمها سوماتوميدين. السوماتوميدين دي عبارة عن بوليبيبتايد. طب هي بتشتغل ازاي؟ قالك بتشتغل زي الانسولين بالظبط. ركز معايا، عشان كده السوماتوميدين ليها اسم تاني وهو انسولين لايك جروث فاكتور، واختصاره IGF. السوماتوميدين بتخلي الكارتلج سيل حساسة جدا للاكشن بتاع الجروث هرمون. خد المعلومة دي وحطها حلقة في ودنك، لو السوماتوميدين مش موجود الجروث هرمون مش هيشتغل اصلا، وهنحتاج المعلومة دي كمان شوية. السوماتوميدين في منه 4 انواع، اشهر نوع فيهم هو السوماتوميدين سي. طب ركز معايا، الاي جي اف اللي هو الانسولين لايك جروث فاكتور في منه نوعين مهمين جدا، اي جي اف 1 واي جي اف 2. طب استفدت انا ايه من المعلومه؟ هقول لك دلوقتي انت شاب كبير، ودلوقتي عندي جنين فيتس، يا ترى اني واحد فيهم اللي هيشتغل؟ قال لك الاي جي اف 1 ده اللي هيشتغل معاك وانت شاب كبير، اما الاي جي اف 2 ده المسؤول عن نمو الاجنه الفيتال، وعشان كده احنا بنقيس الاي جي اف 1 للناس الكبار. ركز معايا اكتر واكتر، يا ترى ايه الفرق بين الجروث هرمون وبين الاي جي اف 1؟
بص يا سيدي، الهاف لايف بتاعه الجروث هرمون اقل بكتير من الهاف لايف بتاعه الاي جي اف. الجروث هرمون الهاف لايف بتاعته حوالي 20 دقيقة، اما الاي جي اف حوالي 20 ساعة، وبكده يكون الاي جي اف افضل بكتير من الجروث هرمون. مش كده وبس، ده الاي جي اف بيعمل لي حاجة حلوة جدا، ان بيساعد السلفيت انها تترسب في العظم، وده بيزود من صلابة العظم، وعشان كده بنسميه كوندروجينسيس. كلمة كوندو كلمة لاتينية معناها كارتلج. خد نفسك ويلا نكمل. تعالى ندخل على تاني فانكشن للجروث هرمون، وهو الميتابوليك فانكشن. وهنشوف تأثير الجروث هرمون على 3 حاجات، وهما الكربوهيدرات والفات والبروتين. فركز معايا ويلا نشوف تأثير الجروث هرمون على الكربوهيدرات. بص يا سيدي، الطاقة عندنا في جسم الإنسان ليها مصدرين، يا إما الجلوكوز يا إما الفات اللي هي الدهون. طب ركز معايا في المعلومة دي، البرين هيستخدم الجلوكوز كطاقة، ما ينفعش يستخدم الفات، لان لو استخدم الفات يبقى انا عندي مصيبة، عندي مجاعة او عندي جفاف. فدايما انا محتاج الجلوكوز موجود عشان البرين يستخدمه. طيب الجلوكوز ازاي بيتم انتاجه؟ قالك في طريقتين. الطريقة الاولى ان اكسر الجلايكوجين اللي موجود في الكبد، العملية دي بتسمى جلايكوجينولايسيس. والطريقة التانية ان اصنع جلوكوز بشكل مباشر، العملية دي بتسمى جلوكو نيوجينيسيس، وبكده هيزيد الجلوكوز. حلو الكلام، وبكده البرين هيستخدم الجلوكوز. بس ارجع معايا الاول للحلقه، مش قلت لك لما الجلوكوز نسبته تزيد الانسولين نسبته هتزيد؟ طب بص بقى يا سيدي، هنا الجلوكوز نسبته زاد، هيبدا البنكرياس يطلع لي الانسولين. طب الانسولين بشكل عام وظيفته ايه؟ قالك بيدخل الجلوكوز الزياده جوه التيشو. حلو الكلام، فالانسولين يطلع عشان يدخل الجلوكوز اللي طلع عندي جوه التيشو، ما يقدرش يعمل ده، الريسبتور مش شغاله. ليه؟ قالك لان الجروث هرمون بيكون انتي انسولين، بيقول للريسبتور ما تسمعيش كلام الانسولين، انا دايما عاوز الجلوكوز نسبته عاليه. قال لا، طب ايه اللي هيحصل عندي؟ انت طلعتني ليه ما دام انت مش هتشغلني؟ قالك لا، ده انا هاخدك تشتغل معايا انابوليك هرمون عشان تساعدني في عملية البناء. انت مش طالع عشان تدخل الجلوكوز جوه الخلية، ولكن انت طالع عشان تساعدني في البناء. طب تعالى نروح للمصل، هي مش قادرة تستخدم الجلوكوز فهتعمل ايه؟ قالك هيتم تكسير الفات ويديني الفري فاتي اسيد، وبعد كده الفري فاتي اسيد دي هحرقها واستخدمها كطاقة. حلو الكلام، حلو الكلام، يلا نكمل مع بعض. تعال اعمل لك كورليشن حلوه جدا، ركز فيها. دلوقتي طفل مولود لام مريضه سكر، يعني الام دي عندها دايابيتس، حلو، وعندها مشكله في الانسولين، وبالتالي الانابوليك افكت بتاعه مش هيكون مظبوط، هيكون قليل جدا. هنا الجنين هيتاثر ويحصل له مشاكل في النمو. خلي بالك من المعلومه دي وحطها حلقه في ودنك، لو زاد الجروث هرمون هيسبب الاصابه بمرض السكر، لان الجلوكوز بيزيد والانسولين مش بيقوم بدوره، وبناء عليه اتسمى الجروث هرمون باسم دايابيتوجينيك. واكتب عليه الاسم رقم 3 معانا. نكمل مع بعض. يلا نشوف تأثير الجروث هرمون على الفات الدهون. بص، هو هيعمل لايبوليسيز للدهون، هيحللها ويكسرها ويديني فري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد هتدينا الطاقة وتتحول عندي لاسيتايل كو اي او كيتون بوديز، وبالتالي الجروث هرمون اصبح ليه اسم رابع وهو الكيتوجينيك. ركز بقى معايا في المعلومة دي، انا عمال اكسر في دهون اكسر في دهون، نتيجة لان الجروث هرمون نسبته عالية، بالتالي هيطلع عندي فري فاتي اسيد كتير، هتروح تترسب على الليفر الكبد وتديني فاتي ليفر او الكبد الدهني. يا عم خد نفسك ويلا نكمل الحلقة. تعال اكلمك عن عملية الكنترول على الجروث هرمون داخل الجسم، بتتم بميكانيزم دقيق جدا. فركز معايا، في مواد هتعمل استيميوليت عشان تطلع الجروث هرمون، ومواد تانية هتعمل لي انهبيتوري هتقلل من انتاج الهرمون. فركز معايا، المواد اللي بتعمل استيميوليت مواد كتيرة جدا زي الاستروجين والتستوستيرون والجلوكوز، الفاستنج، الجريلينج هرمون، والسليبنج والستريس. تعال ناخدهم واحدة واحدة. في مرحلة البلوغ أنا بحتاج نمو للأعضاء التناسلية سواء عند الذكر أو عند الأنثى، وبناء عليه بيزيد كل من الاستروجين
التستوستيرون، ودول هيساعدوا على انتاج هرمون الجروث هرمون عشان يساعد في عملية النمو. طب وفي حالات الصيام، قالك في حالات الصيام بيقل قيمة الجلوكوز، وبناء عليه هيزيد انتاج الجروث هرمون عشان يزود لي قيمة الجلوكوز، ما احنا شرحنا ده بالتفصيل. طب وفي حالات الجوع بيتم افراز هرمون الجريلين، وده هيساعد عندي على انتاج الجروث هرمون. طب خلي بالك من المعلومة دي، زمان كانوا بيقولوا لنا ناموا كويس عشان تكبروا. الجروث هرمون بيزيد انتاجه اثناء النوم ليلا، وبناء عليه كان لازم تنام كويس عشان تكبر كويس. حلو الكلام. طيب لو انت اتحطيت في ضغط، في ستريس، ايه اللي هيحصل؟ قالك برضه هيزيد الجروث هرمون عندي. كل دي عوامل بتساعد على زيادة الجروث هرمون. فاحنا لو عكسنا الموضوع هنلاقي العوامل اللي عكس دي هتعمل لي انهبيتوري للجروث هرمون. فركز معايا، انا بيحصل عندي نيجاتيف فيدباك للجروث هرمون عن طريق هرمون بيسمى سوماتوستاتين او جروث هرمون انهبيتوري هرمون، واختصاره GHIH. ركز معايا في المعلومة اللي جاية دي. في حالات الهايبر جلايسيميا، زيادة الجلوكوز، هيحصل ايه؟ قالك هيقل انتاج الجروث هرمون عندنا. يا عم خد نفسك ويلا نكمل الحلقة. النسبة الطبيعية للجروث هرمون بتكون من 2 ل 5 نانو جرام بير مليليتر، وزيه زي أي هرمون بنقيسه بأكتر من تقنية، وأشهرها تقنية الإلايزا. تعال بقى أسألك سؤال في غاية الخطورة، يا ترى الجروث هرمون بيجي عند عمر معين ويقف إنتاجه، ولا بيتم إنتاجه مدى الحياة؟ بص يا سيدي، الفيميل أو الإناث عند عمر 16 سنة، والذكور عند عمر 18 سنة بيقف نمو للعظم عندهم. فهل يا ترى بعد العمر ده هيتم انتاج الجروث هرمون ولا لا؟ هتقولي طبعا 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 هيتم الانتاج مدى الحياة. هسألك السؤال واقول لك ليه. هتقولي لان الجروث هرمون ده وظيفته بناء الانسجة، التشو، وبناء عليه انا محتاج بناء للانسجة طول ما انا عايش، وعشان كده الجروث هرمون هيتم انتاجه طول فترة حياتك. نكمل مع بعض. ركز معايا دلوقتي عشان هشرح لك الجروث هرمون ديس اوردر بالتفصيل الممل. كلمة جروث هرمون ديس اوردر ليها معنى من اتنين، يا اما قيمة الجروث هرمون زادت، يا اما قيمة الجروث هرمون قلت. وهنيجي نمسك الزيادة او النقصان وهنشوف هي حصلت قبل سن البلوغ ولا بعد سن البلوغ. فيلا بينا نمسك زيادة الجروث هرمون قبل سن البلوغ. هيسبب لينا العملاقة، الطفل يبقى عملاق. الطفل ده بيموت بعد 22 سنة، ما بيعيش اكتر من كده. طب ولو زادت بعد مرحلة البلوغ هيسبب لي الأكروميجالي. كلمة أكروميجالي معناها تضخم في الأطراف، زي تضخم القدمين والرجل وعظام الوجه. والراجل اللي عنده أكروميجالي هيبقى ما بيستحملش الجلوكوز، وارتفاع الضغط عنده هيكون موجود بشكل مستمر. حلو. وده بيحصل نتيجة البيتيوتري تيومر. طب يلا نروح لانخفاض قيمة الجروث هرمون. في البالغين اللي هو بعد سن البلوغ بيكون نتيجة لان انا عندي ادينوما. طب وفي الاطفال؟ قالك في الاطفال بيكون لي اكتر من سبب، واشهرهم الجيناتيك ديس اوردر. تمام. وخلي بالك لو حصل انخفاض لقيمة الجروث هرمون قبل سن البلوغ بيعمل لي القزامة، او الطفل يبقى قزم، الدوارفيزم. خد نفسك ويلا نكمل مع بعض. دلوقتي هشرح لك حاجة في غاية الخطورة، علاقة الجروث هرمون بالثيرويد هرمون. فركز معايا. أنا عندي غدة الثيرويد جلاند بتنتج لينا هرمونات الثيرويد هرمون. طب إيه وظيفتها؟ قالك دي ليها وظائف كتير، من أهمها إنه بينشط السوماتوميدين. يعني هرمونات الغدة الدرقية هتنشط لي مين؟ السوماتوميدين. طب لو أنا حصل مشكلة عندي في الثيرويد جلاند، ايه اللي هيحصل؟ مش هيتم انتاج الثيرويد هرمون بشكل صحيح، وبالتالي السوماتوميدين عندنا مش هيتنشط، وبالتالي يحصل عندي تقزم، يحصل عندي دوارفيزم. حلو. بس ركز معايا، القزم ده بيكون انواع. في قزم بيكون شكله متناسق وبيتجوز وبيخلف وما عندوش مشكلة خالص، وفي قزم تاني بيكون شكله غير متناسق وعنده تخلف عقلي. اهو الطفل بقى او القزم اللي شكله غير متناسق وعنده تخلف عقلي ده بيكون نتيجة لديفكت في الثيرويد هرمون. ليه؟ قالك لان الثيرويد هرمون مسؤول عن المنتال، الذكاء، زي ما شرحنا قبل كده. فلو حصل ديفكت في الثيرويد هرمون هيحصل عندي ديفكت في المنتال، في الذكاء.
والحالة دي بنسميها كريتينيزم. يعني ايه كلمة كريتينيزم وجات منين؟ ركز معايا. زمان الإغريق كان عندهم قاعدة، يقول لك في بشر أذكياء جدا زي أرسطو وزي سقراط ما ينفعش يعيشوا مع البشر العاديين، وبناء عليه احنا هننقل البشر الأقل ذكاء منهم نوديهم في جزيرة لوحدهم. الجزيرة دي كان اسمها كريت، ودي موجودة في قبرص. حلو. وبناء عليه احنا خدنا الفكرة دي وسمينا الأطفال اللي عندها تخلف عقلي بالكريتينيزم. حلو الكلام. يبقى الكريتينيزم نتيجة لإيه؟ قال لك نتيجة لديفكت في الثيرويد هرمون، وبناء عليه الجروث هرمون مش هيشتغل. مش بقول لك خد نفسك ويلا نكمل. ما تيجي اقول لك الخلاصة في موضوع القزم دوت. بص يا سيدي، انا دلوقتي لازم تفهم الموضوع بسيكونس كويس. عندي غدة الهايبوثالاموس، وعندي البيتيوتري، وعندي الليفر، وعندي الريسبتور بتاعة الكارتليج سيل. فلو حصل عندي هايبوثالاموس ديس اوردر مش هيتم انتاج الجي اتش ار اتش، وبناء عليه مش هيحصل ستيميوليت للبيتيوتري عشان تطلع الجروث هرمون، فيحصل التقزم عندي. طب ركز اكتر. لو الهايبوثالاموس سليمه والبيتيوتري فيها مشكله، فالبيتيوتري مش هتستجاب للجي اتش ار اتش، وبالتالي مش هيطلع عندي الجروث هرمون، وبناء عليه يحصل التقزم. طب لو عندي ليفر ديزيز مش هيطلع لينا السوماتوميدين بشكل كويس، وبناء عليه هيحصل التقزم. طب لو كل ده كويس بس عندي مشكله في الريسبتور اللي موجوده في الكارتلج سيل، يعني عندي ميوتيشن في الريسبتور دي، ايه اللي هيحصل؟ قال لك الريسبتور اللي موجوده على الخلايا الغضروفيه مش هتستجيب للجروث هرمون، وبناء عليه هيحصل التقزم. دي كانت حلقه النهارده في الجروث هرمون، شرحناه بالتفصيل بالديس اوردر بتاعته. لو انت شايف ان احنا بنتعب في المحتوى بتاعنا، ما تبخلش علينا بتعليق كويس تحت الفيديو، وما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناه وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معكم كابتن اناليسيس، بس خلاص.